تخيل كده تكون عايش في بلد كل يوم بتسمع عن تطوير البنية التحتية واستثمارات بمليارات، وفي الآخر النت بيفصل وانت مشغل الفيديو على جودة 144. تخيل معايا كده من سنة 2018 لحد نهاية 2023 وبداية 24 وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صرفوا حوالي 300 مليار جنيه من ميزانية الدولة، من فلوس الشعب. طيب جميل، يا ترى احنا كمواطنين شفنا اي تغيير حقيقي؟ هل النت بقى افضل؟ هل الخدمه استقرت؟ هل البنيه التحتيه اتطورت بالشكل اللي يخلينا نستحق انترنت غير محدود زي بقيه دول العالم؟ الاجابه بكل بساطه لا. فالمصيبه هنا مش في النت، المصيبه في الفساد والهدر والتلاعب بجيوب الناس. الفيديو ده مهم جدا لانه بيجمع كل الحجج اللي اتقال ضد الانترنت الغير محدود في مصر، سواء من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات او من مصرية للاتصالات او حتى من اللجان اللي بتطلع في الكومنتات. والاهم من كده اني رديت على كل حجه بمنطق وبالارقام عشان تعرف اننا مش بنطلب حاجه من كوكب تاني، احنا بس عايزين نت طبيعي يليق بالبشر في 2025. وكمان هنجاوب على السؤال الاهم، ليه احنا في مصر لسه بنشحن باقات وبنتخانق مع ال 140 جيجا بينما دول تانية اقل مننا دخلا عندهم انترنت غير محدود؟ لو بتحب البلد ديت وبتدور على مستقبل رقمي حقيقي ليك ولولادك، الفيديو ده ليك ومهم جدا، اسمعه للاخر عشان تعرف قد ايه احنا مظلومين وقد ايه التغيير ممكن يبدا مننا احنا. وكمان لازم تنضم لجروبات حمله انترنت غير محدود وتشيرها مع كل اللي تعرفه، هتلاقي جميع الروابط في اول تعليق، عشان احنا اللي هنغير الواقع ده بايدينا مش بس بالكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا اخويا؟ واهلا بيك في فيديو جديد. فيديو النهارده مش مجرد فيديو وخلاص، فيديو النهارده رد على اللجان اللي بدأت تطلع من البلاعات وتقول لك اصل البنية التحتية، اصل محدود عشان نحافظ على الشبكة، اصل احنا احسن من زمان. الفيديو ده هيكون مقسم لجزئين ان شاء الله. اول جزء رد على حجج الجهاز القومي، والجزء الثاني ليه في دول اقل مننا بكتير عندها انترنت غير محدود وايه اللي احنا لازم نعمله عشان يبقى عندنا انترنت غير محدود في مصر. ومن البداية كده يا صديقي، اللي ما عندوش امل في التغيير من الاول كده، مش عايزك تسمع الفيديو ومش عايز اشوفك في الكومنتات، عشان اللي ساكت عن حقه دلوقتي بايع عمره. لو وصلك الفيديو ده واتفاعلت معاه فانت بقيت جزء من التغيير، وما تستهونش بصوتك، ده اقوى مما تتخيل. شارك الفيديو على قد ما تقدر وكمان خليه يوصل لغيرك، وكمان ما تنساش تكتب تعليق تشجع بيه غيرك في الكومنتات. ونقول بسم الله كده ونبدا باول نصبايا. اقصد اول حجه. اول حجه بقى يا سيدي وهي البنيه التحتيه. كل ما اكلم حد يقول لي البنيه التحتيه وهيكون في ضغط على الشبكه. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. يا اخي هعمل نفسي مصدق، بس عندي شويه حاجات محيراني كده، يا ريت تجاوبني عليها. طيب انت يا فندم من 2018 بتتكلموا عن تطوير البنيه التحتيه وبتاخدوا تمويلات بالمليارات من ميزانيه الدوله، وفات 7 سنين ولسه البنيه التحتيه مش جاهزه. تخيل معايا كده من سنه 2018 لحد نهايه 2023 وبدايه 24 وزاره الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صرفوا حوالي 300 مليار جنيه من ميزانيه الدوله، من فلوس الشعب. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. طيب جميل، يا ترى احنا كمواطنين شفنا اي تغيير حقيقي؟ هل النت بقى افضل؟ هل الخدمه استقرت؟ هل البنيه التحتيه اتطورت بالشكل اللي يخلينا نستحق انترنت غير محدود زي بقيه دول العالم؟ الاجابه بكل بساطه لا. فالمصيبه هنا مش في النت، المصيبه في الفساد والهدر والتلاعب بجيوب الناس. يعني ببساطه صرفت 300 مليار ولسه بتقولوا النت مش هيبقى غير محدود عشان الشبكات مش قادره تستحمل. يبقى ده مش فشل بس، ده سرقه علنيه لحق المواطن، ومش لازم نسكت على ده. مش معقول كل يوم بنسمع عن تطورات واستثمارات ومشاريع وفي الاخر اليوتيوب بيقطع الفيديوهات على جودة 144. احنا شعب مش قليل ووعينا مش ضعيف، لو في 300 مليار اتصرفوا يبقى لازم نشوف 300 مليار فرق في الخدمة، مش نسمع 300 مبرر للفشل والتبرير. المصيبة الاكبر من كده ان وزير الاتصالات طالع في تصريح رسمي بيقول لك الانترنت في مصر من ارخص الاسعار في افريقيا. ارخص إيه يا عم؟ بص الاول على دخل المواطن المصري الغلبان وشوف متوسط المرتبات كام، وقتها هتعرف انه الانترنت في مصر من اغلى الاسعار في العالم بالنسبة لدخل المواطن. يعني مش بس الخدمة سيئة وكمان بندفع فيها دم قلبنا. هي بجد البنية التحتية مش مستحملة؟ طيب نفس البنية التحتية اللي شغالة في سينا والصعيد والأماكن النائية ديت، اللي بتتحمل كاميرات المراقبة للوزارات والسيستم بتاع البنوك والحكومة الإلكترونية وسيرفرات الأمن القومي، لكن لما المواطن يطلب تشغيل فيديو بجودة 720 بالبنية بتنهار. طيب بقول لك إيه، ما تيجي تبني على المروحة كمان، أصل الكهرباء ما تتحملش الهواء السخن. بتحط نفسك في مواقف بايخة. هل المواطن المصري مش من حقه يكون عنده نت غير محدود زي بقيه خلق الله؟ احنا مش بنتكلم في حاجه الدوله ما تقدرش تعملها، بالعكس احنا عندنا الامكانيات. طيب ما تيجي اقول لك شويه معلومات يمكن تستفاد منها وتفكك من حوار البنيه التحتيه ده. الامارات حولت كل شبكاتها الفايبر في سنتين، السعوديه عملت طفره في الانترنت في 3 سنين بس، لكن احنا بنسمع عن القوابل البحريه والاستثمارات العملاقه وفي الاخر المستخدم بيتفرج على يوتيوب على 144. وقبل ما نقول الحجه الثانيه او النصابيه الثانيه ونجاوب عليها، حابب اقول لك ملحوظه، انا تقريبا كل الحاجه جاوبت عليها في 6 فيديوهات فاتوا، بس
النهارده جاي اجمعهم ليك في فيديو واحد واضيف عليهم كمان. تعالى بقى يا صديقي نتكلم عن تاني حجه، وهي انه الناس مش هتستخدم الانترنت صح، وهتلاقي عماره كامله شغاله على نفس الباقه، وهيبقى في اسراف، وهنرجع لحوار الوصلات الغير شرعيه والكلام ده. اجابتي على الحجه ديت كالاتي: لا، الانترنت بالذات بيتعامل على انه حاجه محتاجه رقابه، وكانك بتعمل مصيبه، في حين ان باقي الخدمات الاساسيه متروكه لحريه الناس. هل التعليم، الشغل، صناعه المحتوى، البرمجه، الذكاء الاصطناعي ده اسراف؟ هل لو شخص فاتح فيديو بجوده كويسه ده عيب واسراف؟ هل اللي بيسمع محاضرات اونلاين ويتعلم مجانا من كورسات عالميه ده خطر؟ بالنسبه بقى لمشاركه النت مع الجيران او عماره كامله هتشتغل على نفس الراوتر وباقه واحده، هو عموما يا صاحبي المفروض ان الانترنت ده بتاعي ودافع اشتراك وانا حر فيه بقى استخدمه براحتي، اشاركه مع جاري مالكش فيه. على العموم يا عمنا انا هوافقك في الحته ديت وجاي اديك الحل. احنا في دوله فيها قوانين وبتحب الغرامات قوي كمان. الدوله لو حطت غرامه 50,000 جنيه مثلا لواحد عامل شبكه وبيشارك النت مع غيره، مش هتلاقي حد بيعمل كده تاني. هتقول لي الدوله هتعرف من فين؟ عايزهم ينزلوا في الشارع يعني ويشوفوا مين اللي موصل النت لجاره؟ هقول لك لا يا اذكى اخواتك. ذكي انت ذكي وذواق. في حاليا رقابة تقنية زي الماك ادرس وغيره، يعني اي مشاركة غير قانونية ممكن تتكشف بسهولة وتتوقف. وكمان عندك على السيستم تقدر تعرف استهلاك الشخص ده طبيعي ولا لا. يعني مثلا حاليا الشخص ده بيستخدم 500 جيجا شهريا، فانت لقيت في حاجة غلط في الاستهلاك وبقى بيستخدم تيرا مثلا، لا كده تبدأ تشك وروح شوف في ايه بنفسك. انا بطالبك بانترنت غير محدود بسعر مناسب لدخل المواطن المصري، وكمان بسياسة استخدام عادل زي بقية دول العالم، مش زي اللي انت مطبقها. وكمان يا عم انا عايزك تكسب مش عايزك تخسر، مش عايز ضرر لحد، بس اديني حق اديني حق يا عم. يا عم وربنا انت وصلت المواطن المصري لمرحلة صعبة لا يمكن تتخيلها. احنا وصلنا لمرحلة بقينا نشوف اللي بيطلب بحق بسيط جدا من حقوقه، بقينا نشوف انه بيحلم، بقينا نشوف انه بيحلم وبيتوهم، وكمان ممكن نتريق عليه. اللي عايزك تفهمه يا صاحبي انه انت اللي تقدر تتحكم فيهم مش هم اللي يتحكموا فيك. وقريب جدا باذن الله لما يكون معانا عدد كافي من الناس هيكون في حملة مقاطعة كبيرة جدا، وانا بقول لك شهر واحد او شهرين بالكتير جدا هتلاقي بقى في انترنت غير محدود في مصر. حاجه بقى يا صاحبي حابب اقولها ليك: انا قاعد عادي جدا بقلب في التليفون وبستخدم الانترنت المحدود بتاعي طبيعي جدا، لقيت شخص في الكومنتات، هو مش شخص الصراحه، هي اشخاص كتير جدا، الباشا بكل ثقه بيقول لي اصل دي حمله ملهاش لازمه، اصل دي هتسبب لك مشاكل، اصل عملنا حملات كتير قبل كده ومفيش فايده، هتتهدد هتتسجن، ده ممكن يعملوا فيك ويسووا فيك. بغض النظر ان الكلام ده ضحكني فعلا، بس يعني يا اخي ما ينفعش عقليه محدوده زي النت اللي انت بتدافع عنه تكون هي اللي بتوجهنا وبتخوفنا. طيب حابب اقول لك حاجه يا لجنه، قصدي يا صاحبي، مش عايز تشارك يا لجنه اقصد يا صاحبي، تمام، محدش هيقول لك تعالى شارك يا اما هضربك على ايدك، بس لو سمحت التزم الصمت، مش عايزين نسمع لك صوت، لانك لما تكون مش فاهم وتحاول تخوف الناس وتمشي ورا كلام لجان، ساعتها انت مش بس مش بتساعد، انت بتبوظ كل حاجه. قسما بالله اكتر حاجه بتضحكني مش الباقه اللي بتخلص قبل الاسبوع، ولا خدمه العملاء اللي عاملين زي الزومبي، لا لا لا، اكتر حاجه بتضحكني فعلا اللي يجي يقول لك هتتهدد، هيحصل في اهلك وهيتهكر تليفونك. يا عم انت شايفني جاسوس قدامك؟ شايفني بكره بلدي وبحرض عليها؟ شايفني بهدد الامن القومي لدول؟ يا راجل احنا بنطالب بخدمه انترنت غير محدوده باسعار مناسبه لدخل المواطن، الحاجه اللي هي الطبيعيه في كل دول العالم. فوقوا يا جماعه يا جماعه فوقوا، احنا وصلنا لمرحله صعبه، احنا شعب كان بيتضرب بينا المثل ووصلنا نفسنا لمرحله غريبه وغير منطقيه. فوق وبطل خوف وجبن، خايف تطلب حقك وشايف انك جبان ما تروحش تخوف غيرك وتقول له هيحصل فيك وهيتعامل فيك، ما تبقاش غير مدرك للواقع وتوجع دماغ الناس بكلام ليس له صحه من الاساس. ويا ريت بقى من هنا ورايح اي حد هينزل يكتب في الكومنتات مبررات واشاعات يجيب لنا معاه دليل واضح وصريح. شفت حد اتهدد يا عم هات لنا الدليل بتاعك، شفت حد اتسجن هات لنا الدليل بتاعك، شفت حد اتهكر هات الدليل بتاعك. لكن تيجي تقول لي سمعت او قريت في بوست، مع احترامي ليك الكلام ده مش هياكل عيش ولا هيمنع ظلم ولا هيجيب حقنا. لو في اي حد نزل فيديو بوشه وتهدد او حصل له حاجه يا ريت يجي يقول لنا يا جماعه انا حصل معايا كذا كذا، عشان ساعتها كلنا ننزل بوشنا ونتصور ونتهدد سوا. يعني ما يصحش حد ياخد حقه لوحده، احنا ولاد بلد واللي يتهدد يتهدد جماعي. حاجه بقى حابب اقولها ليك يا صديقي: ناس كتير جدا في الحمله اللي فاتت طلعت اشاعات على محمد انيس وانه اتحبس وحصل له مشاكل. محمد انيس لا اتقبض عليه ولا دخل اسمه ولا حتى بات ليله بره بيته، كل اللي حصل له انه تعرض لضغط بحكم شهرته فحب يبعد عن وجع الدماغ وده حقه. لكن اللي حصل ساعتها ان الناس صدقت الاشاعه والحمله ماتت. فالمره دي احنا مش هنسيب اشاعه او خوف يوقفنا. طالما صوتك مش بيشتم ولا بيهين حد اتكلم قول رأيك، خليك في صف الناس اللي بتدفع من وقتها وصحتها عشان تغيير حقيقي. معلش يا صاحبي لو كنت طولت عليك في النقطة ديت، بس دي نقطة مهمة جدا عشان اطمنك بس مش اكتر. نيجي لاخر نقطة في الفيديو الا وهي ليه الانترنت في مصر غالي ومحدود مع انه في دول اقل مننا دخل وعندها خدمة افضل زي الصومال مثلا، واتكلمنا في ده كتير قبل كده. ما تيجي كده نقارن اسعار الانترنت في مصر باسعار الانترنت في الوطن العربي. عندك دولة زي السعودية
بتديك باقة انترنت غير محدود 5G باسعار تبدا من 300 ريال. اهو يا محمود انت وقعت بلسانك، النت هناك ب 300 ريال، يعني النت عندك ارخص بكتير. مش بتتحسب بكده يا اذكى اخواتك، هناك متوسط دخل الفرد حوالي 10000 ريال، يعني سعر الانترنت مقارنة بدخله لا يتعدى 3%. ولو بحثت وكلفت نفسك دقيقة هتلاقي كل الدول العربية تقريبا سعر الانترنت رخيص وباقات غير محدودة. يا عم ده حتى الصومال فيها انترنت غير محدود وارخص من عندنا في مصر اقل باقة ب 250 جنيه. قول يا عم هنجددها مرتين بس في الشهر، يعني صرفت حوالي 500 جنيه. وراتب المواطن المصري بيتراوح بين 4000 و 6000، يعني سعر الانترنت مقارنة بدخل الفرد من 8% ل 12.5% من المرتب، ودي نسبة كبيرة جدا. يعني الانترنت في مصر من اغلى الاسعار في العالم مقارنة بدخل الفرد. انتوا حثالة المجتمع وطفلة الحشرة حمار. وفي النهاية يا صديقي ربنا يجعلنا سبب في تغيير الوضع اللي احنا عايشين فيه من سنين. كل اللي عليك يا صاحبي انك تنضم لجروبات الحملة وتحاول تشيرها لأقصى درجة، ويا ريت توصل الفيديو ده لغيرك عشان الكل يعرف انه الحملة رجعت ورجعت بقوة. لو وصل لك الفيديو ده واتفاعلت معاه فانت بقيت جزء من التغيير، وما تستهونش بصوتك نهائي، ده اقوى مما تتخيل. شارك الفيديو ده على قد ما تقدر وخليه يوصل لغيرك. ما تنساش بقى يا صديقي تكتب رأيك في الكومنتات وتكتب تعليق تشجع بيه غيرك. وطبعا صوتنا عالي ومش هننام وحقنا في النت مش اوهام. وبس كده يا صديقي، والسلام.